باش نحكي حكاية أمير اللي هو آمن، ولا الأمير كما نحب نسمي روحي. أنا اليوم باش نحكي باسم برشا منا، باسم الجيل اللي عاش معايا نفس الفترة اللي كانت كلها خوف وحلمة. كان عمري 19 عام وقتها، وقت بدأت الثورة، وقتها حسيت الدنيا تحلت من قدامي بكلها. ما كنتش نتصور قبل اللي باش يجي نهار ونخرج فيه للشارع ونعلي صوتي ونحكي ونطالب ونحلم ونتظاهر ونعملهم الكل. خاطر قبل 2011 كنا نعيشوا كان الخوف، تقول كلمة ما تعجبش يقولوا لك اسكت، الحيوط عندها ودنين. تكتب حاجة وإلا تتصور مع شكون ما يحبوهش ولا ما همش راضين عليه، تلقى روحك تواجه في آلاف المشاكل انت وعائلتك ذاتك، مش كان انت برك. نعرف عباد مساكن خرجوا من ديارهم وما رجعوش اصلا، نعرف زاد عباد سكرت فمهم في ديارهم وقدام عائلاتهم. وش كان الحبوسات تتعذب، نجم نعذبوك حتى خارج الحبوسات. انا واصحابي كنا وقتها نحكوا في برشا مواضيع، وخاصة حاجات نحبوا نعملوها ونوصلوا لها. ديما الجملة تبدأ لو كان، هذيك تبقى غادي، تبقى حد الحلم غادي. لو كان ما تنجم يزمكش تقدم وقدام. برشا حاجات حلمنا بها اما كنا نخافوا منها. النشاط المدني كان شبه معدوم، ما ثم من الجمعيات، كان الجمعيات الخيرية ولا الجمعيات الرياضية، اما تخدم بنظام السلطة تحت الرقابة. حتى النوادي والمنظمات الطلابية لازمها تكون بعيدة على السياسة، بعيدة على وجع الراس كما يقولوا هم. اما انا ما كنتش متحمل العيشة هذيك، كنت نغلي من داخل. كنت عندي برشا أسئلة، كنت ياسر متغشش، في نفس الوقت عندي برشا أمل. كنت ثم ديما أسئلة نسألها لروحي، كنت ثم طاقة كبيرة نحسها تتحرك كل يوم. ونهار بداية الاحتجاجات حسيت الصوت الداخلي يقول لي اخرج اخرج اخرج، فك حريتك اللي تحلم بها سنين. مشيت من غير ما نفكر، من غير ما نشعر، من غير ما نحط حتى الاعتبار لأي حاجة، ما يهمنيش في اللي باش يصير. أول مظاهرة شاركت فيها كنت في تونس قدام وزارة الداخلية. الشارع كان معبي بالناس، توانسة كلها تحس مغادي باختلافاتها، طلبة خدامة محامين طب كبار نساء صغار رجال. الشعارات اللي تخطر في بالك كل تراها، القلوب الدق كلها، الأمل بمستقبل أحسن لينا والتونس يلمع في عينين الناس. أما وقتها وقت جاء البوليس الدنيا تقلبت، ولينا نشوفه في برشا عرض ونسمعوا في السبان والصياح والضرب، نشموا في الغاز، نسمعوا في صوت الكرتوش. حاسيلو شدوني الحاكم وقتها وتوقفت 3 أيام في الحبس. كانوا أصعب 3 أيام في حياتي، ثم ظلام، ما فهمت شيء. أما وقتها فهمت حاجة أخرى، فهمت حاجة كبيرة، اللي العباد اللي المساجين بقاو مساكين غاطي في الحبوسات سنين يعانوا، كيفاش كانوا عايشين، كيفاش عاشوا، كيفاش حملوا الظل على ذاك الكل، كيفاش تحملوه، وكيفاش على خاطر شنو، على خاطر كلام قالوه ولا على خاطر مواقف أبرزوها، ولا زاد أخطر من ذلك كل يفهموا كيفاش مساكين عايشين غادي وما همش عارفين وقتاش باش يخرجوا وقتاش باش يفرج عليهم ربي. في ثلاثينات هذاكم فهمت حاجة واحدة، السكات ما عادش يحميك، يلزمك تتكلم. السكات يقتل. وعدت روحي إذا كان نخرج ما عادش نسكت أصلا، ما عادش باش نرى الظلم ونسكت عليه، يلزمني نتكلم، يلزمني نعبر، يلزمني نحكي خرج اللي عندي. من وقتها حياتي تبدلت، رجعت للجامعة، لقيت طلبة كيفي عطشانين للحرية، حرية التفكير. عملنا جمعيات، عملنا مجموعات، عملنا مبادرات، عملنا ندوات، حكينا على حرية التعبير، نظمنا حملات، أسسنا برشا حاجات، دفعنا على قوانين، المهم دفعنا على حقوقنا. عملنا نقابات تمثلنا احنا، مش تمثل الدولة والسياسيين والسيستم. مردنا على السيستم، رفضنا، قلنا لا للي لازم تقول لا، نصفقوا للحق وننقذوا الباطل. سنين تعدات وعرفنا ان التغيير ما يجيش بالسهل. النظام والعقلية خاصة ما يتبدلوش في رمشة عين بين ليلة ونهار. كان فما برشا فساد، فما إحباط، فما تعب، أما زاد فما إيمان، فما تضامن، فما ناس ما زالت تحاول وعاطية من عمرها وطاقتها وفلوسها وكل شيء باش يتغير. كل مرة نحس روحي باش نسيب ونبعد، كل مرة نمل ونتعب، كل مرة نلقى شكون يقول لي لا يحفزني، يرجعني يقول لي لا واصل،
من أصحابي طلبة جدد حتى مناضلين كبار في العمر لازالوا واقفين مش مسلمين في حقهم في واقع أحسن من اللي عاشوه. اليوم أنا عمري 32 سنة، الوضع السياسي مازال معقد برشا، أما الحلمة مازالت باقية والأمل موجود وما زلت مواصل في نيتي مادام عندي بحول الله من العمر، مادام أعطاني ربي عمر يلزمني نحاول ونحاول ونحاول باش الجيل الجاي ما يعيشش الخوف اللي عشناه، وباش الناس تستوعب ان الحرية حق مش امتياز، والديمقراطية معناها تحكي تحاسب تحلم وتعيش بكرامة، ومهما يصير صوتي ماهوش باش يسكت وما يلزمنيش نسكت وانت ما يلزمش تسكت. يلزمنا نتكلموا للباطل ونسكتوا قدام الحق، يلزمنا نعطوا آرائنا، يلزم أجيالنا يعرفوا أن الحرية راهي في فكرهم في إرادتهم في أحلامهم، وربي يوفقنا الناس كلها.